السلام عليكم اخواتي وحبايبي. جمعة مباركة علينا وعليكم جميعا ان شاء الله. آه، في يعني امبارح واول في اخبار انتشرت كتير عن حاجتين. ان هم يفتحوا القيد لنادي الزمالك عشان خاطر البطولة العربية، وتاني حاجة يعني انباء عن انسحاب نادي الزمالك من البطولة العربية لسبب واحد. ايه هو السبب ده؟ هنعرف في الفيديو ان شاء الله. في البداية، انسحاب الزمالك من البطولة العربية. الزمالك طالب ان هو يتفتح القيد بدري علشان خاطر يدعم القائمة بتاعته، لان الزمالك متأكد ان لو دخل بالقائمة ديت البطولة العربية هيبقى حصالة، زي ما هو كان حصالة في افريقيا، زي ما خسر الدوري، زي ما خسر الكاس، زي ما خسر السوبر، زي فهو مش عايز يقدم عروض سيئة في البطولة، وفي نفس الوقت عايز يعني يقوي فرقته، لان انت طبعا مجموعة الزمالك الاتحاد المنستيري التونسي والنصر السعودي والزمالك، فيعني مباريات تقيلة وعايزة مردود فني كبير جدا. وانتوا زي ما احنا شايفين الزمالك بيتعادل مع بيكسب بروكسي بالعافية، وبيتعادل مع الداخلية، وبيكسب سيراميكا بالعافية، فالدنيا يعني بايظة معاه على الآخر. فالاهلي ممكن هو اللي ما يخلي الزمالك ينسحب من البطولة العربية. ده يا جماعة الأخبار اللي طالعة من صحفيين مرتبطين بنادي الزمالك وبالنادي الأهلي وباتحاد الكورة. آه، المفروض إن الدوري بتاعنا هيخلص يوم 20 من 20 ل 23/7، قصدي البطولة العربية تبدأ من يوم 20 ل 23/7. حلو. عندك المفروض ان الدوري كل الفرق هتخلص الدوري يوم 15/7. الاهلي ليه ماتشات مؤجله عشان هو بيلعب في افريقيا، هيلعب النهائي، فهيتاجلوا حوالي 3 ماتشات او 4 ماتشات، فدول هيتلعبوا في 10 ايام. فالدوري هيخلص امتى؟ من بعد يوم 25/7. فمن بعد يوم 25/7 هيكون الزمالك راح اصلا البطوله العربيه، واللائحه بتقول ان مش هينفع القيد مش هيفتح في اي دوري حتى لحد ما يكون الدوري ده خلص كل البطولات الرسميه بتاعته، اللي هي الدوري والكاس. بعد كده يفتح القيد بتاعه، او سيستم اصلا بتاع الفيفا ذات نفسه بتاع الانتقالات مش هيفتح الا في 1/8. فالزمالك هيعمل ايه لو الاهلي يعني فضل بالطريقه بتاعته ديت؟ فالزمالك مش هيقدر يقوي الفريق بتاعه قبل البطوله العربيه، وبناء عليه فاللي هو هينسحب من البطوله علشان ما يبقاش حصاله جديده واستمرار الاداء السلبي، وهتيجي في الاخر بس هم هيجيبوها بايه؟ مش هيجيبوها كده خالص. شفت فكره كاس الكرامه اللي هو لو كانوا راحوا يلعبوا الاهلي في الامارات كانوا خسروا كتير، هيشيلوا كتير من الاهلي. فاجيبها لك بتركايه كده عشان كهربا واللي واحنا خدنا كاس الكرامه. المره دي برضه هيعملوها في كاس الكرامه الجديد بفكره جديده، الا وهي هيخشوا في خصومه حاليا وشغالين. كابتن جمال عبد الحميد امبارح طلع لك تصريحات ليه، احنا هنضغط واحنا هنعرف هناخد حقنا ومش هنسيب حقنا، ولازم القيد يتفتح لنا، ولازم بلهجة اللي هو يعني خناقات مصادر ديت. استحالة تكون يعني طريقة كلام ناس على منصات إعلامية كبيرة. قال لك احنا هناخد حقنا، وميدو برضو مشى في نفس النهج. طلع ثروت سويلم، ده عضو الرابطة على فكرة مش عضو مجلس اتحاد كورة، قال لك احنا هنساعد الزمالك ونعمل. انت مالك انت اصلا؟ تساعد الزمالك وما تساعدش؟ انت عضو رابطة بس، يعني مش مالكش الحق انك انت تقف مع الزمالك اوكي، لكن مالكش اي الحق في انك تقول هنساعد ونعمل. لا، احنا هندعم موقف الزمالك فقط لا غير. اللي يساعد ويعمل ده مجلس او اتحاد الكوره اللي هو حازم امام من الاخر يعني. فهم هيخشوا في خصومه مع اتحاد الكوره. يجي اتحاد الكوره لو رفض ان هم يفتحوا له القيد او يجدد لعيبه جديده، فهم قايل لك اتحاد الكوره، ودي السكريبت اللي هتوزع بقى ساعتها على العالم كله. اتحاد الكوره متربص بالزمالك، مش عايز يساعد الزمالك. الزمالك بيلعب باسم مصر، الزمالك بيلعب ببطوله افريقيه، ما رضاش يفتح له القيد. الزمالك الاهلي هو المخر الدوري، كلام من هذا القبيل. ويبقى في الاخر الا وهو انسحاب الزمالك وفوزه بكاس الكرامه، او السبب في الانسحاب ده كله هيبقى اتحاد الكوره، ويلبسوا اتحاد الكوره المشكله مع الجمهور، او لما هيهددوا جمهور اتحاد الكوره بالجمهور. فبناء عليه اتحاد الكوره يخاف ويفتح القيد لنادي الزمالك. هو ده السيناريو اللي هيحصل. صورة طولت عليكم شويه في السيناريو، ولكن ده الاخبار والسيناريو من وجهه نظري اللي هتحصل الفتره اللي جايه. فيتوريا النهارده كلم محمد الشناوي عشان يطمن هيبقى معاه في الماتش بتاع
تصفيات افريقيا الجاي ده بتاع غينيا ولا لا، اللي هتلعب في المغرب. محمد الشناوي اكد عليه ان هو هيلعب ماتشين بتوع نهائي افريقيا الذهاب والعوده ان شاء الله، وهيكون مع المنتخب اساسي باذن الله. ففيتوريا كان عايز يطمن عشان القلق. واللعيبه اللي هتروح من الاهلي والزمالك للمنتخب، الاهلي راح منه 8 لعيبه، الزمالك راح منه 3 لعيبه. الزمالك اللي راح لسه يعني طلب منهم التاشيرات بتاعتهم او الفيزا او جوازات السفر عشان يخلصوا التاشيرات بتاعتهم. صبحي، حسام عبد المجيد، احمد سيد زيزو، هم الثلاثه دول بس من نادي الزمالك. والناس اللي طلب برضو الجوازات وطمنوا على التاشيرات بتاعتهم الحاجه بتاعتهم من نادي الاهلي 8: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمد هاني، مروان عطيه، حمدي فتحي، كهربا، حسين الشحات. 8 لعيبه من النادي الاهلي ان شاء الله هيكونوا موجودين مع منتخب مصر في المغرب. هم هيلعبوا في زي محافظه تانية ويرجعوا على الرباط على طول. فبالتوفيق ان شاء الله للاهلي، ويكون راجع باذن الله باذن الله بالكاس الافريقيه الغاليه، وتكون من قلب المغرب. ده حدث كبير ان شاء الله، ويروح يكملهم. هيبقى الماتش اللي هيتلعب في المغرب ده بتاع منتخب مصر، ده يبقى على ماتش على مقدمه المجموعه اصلا. فان شاء الله كل التوفيق للاهلي والمنتخب مصر، ده عشان بس ترتيب الاحداث. ولكن منتخب مصر طبعا للاولويه، ونتمنى يا رب نتمنى ان منتخب مصر يرجع للبريق بتاعه. انا عايز اسال سؤال برضه بمناسبه احنا اتكلمنا عن المنتخب، هو ليه المنتخب ما لعبش ماتشات وديه مثلا من نوعيه ماتشات بلجيكا؟ يعني ماتش بلجيكا اللي فات اللي اتلعب خلانا كلنا نلتف حول منتخب مصر ونقول ليه المنتخب ما يعني حرام، يعني زعلنا ان احنا ليه حرام ان احنا ما نصعدش لكاس العالم، وحسينا ان احنا ممكن يتعمل مننا حاجه او المنتخب يعمل حاجه. فاحنا ليه ما كملناش على المنوال ده؟ يعني اضعف الايمان، انت نزلت منتخب جنوب افريقيا تحت، منتخب قوي كنت هتلعب معاه. منتخب المغرب العب معاه ماتش ودي تقيل. منتخب السعوديه، هات منتخب الامارات، يا عم العب. شوف شركه في الكويت تنظم لك ماتش، شركه في الامارات تنظم ماتش مع يعني مش هقول لك مش مع التوب ليفل يا عم، مع اللي هي الفرق اللي تصنيفها من 10 ل 20. هات الاوروجواي، لا يعني فريق برضه تقدر تجاريه شويه. لا بس احنا الصراحه يعني تيجي تبص، غينيا اللي احنا نلعبها جايبه تلعب مين؟ البرازيل. هتلاعب البرازيل مستوعب؟ واحنا بنلعب ملاوي وغينيا الاستوائيه اللي هم في 100 غينيا اصلا حوالينا في القاره، الواحد ما يعرفش الفرق بينهم. هتروح تلعب مع اسواتيني وتلعب فرق اصلا. يا اخي هات منتخب مالي اللي عنده 23 محترف، هاتهم يلعبونا ماتش ود، يبقى على الاقل تقيس مستواك ان انت بتخلص الماتشات السهله عندك في المجموعات، وبتقيس مستواك يعني، او بتعمل احتكاك بترفع مستوى المنتخب والروح الجماعيه بينهم لمستوى اعلى يعني. ده كلمتين حابين احنا نقولهم، وان شاء الله نتقابل مع ماتش الاهلي باذن الله مع طلائع الجيش، وكل توفيق النادي الاهلي. وان شاء الله انا من هنا يعني بقول الماتش ده يخلص لا 3-1 يا 2-0 باذن الله، ونتقابل بعد الماتش. السلام عليكم.